السلام عليكم، تحياتي لكم اجمعين. نتمنى كلكم تكونوا بخير في صحه جيده. مرحبا بكم المشاهدين والمشاهدات الجداد عندنا في القناه اللي هي القناه ديالكم. شكرا للحضور ديالكم وشكرا لاي واحد واي وحده داخل معنا في هذه القناه ومستمر وبغى يحاول حنان باش تكبر هذه العائله. شكرا لكم، الف شكر. وكنتمنى منكم اي حد شاف الفيديو ديالنا ديما يخلي لنا واحد التعليق وخليو لنا جيم راه كتنساوها هكا باش نساعدوا القناه باش تكبر وباش يشوفوها الناس كثار وتكبر العائله ديالتنا. اليوم غادي نقدم لك واحد القصه اللي اثرت فيا بزاف بزاف. الصراحه ما قدرتش عليها، جاتني صعيبه، ولكن حيت المحتوى ديالنا هو هذا والقضيه ديالتنا هي هذه، يعني اي حاجه خاصنا نقدموها للمشاهدين ديالنا، منها نستافدوا منها هكا واحد ينصح الاخر. المهم ديما بقاو تخليو لي تعليق على القصه اللي قدمت لكم. القصه ديالتنا غادي تدينا لمدينه جديده اللي عند واحد العائله كبيره فيها طبعا الاب والام والاولاد منهم البنات والدراري. فيهم واحد السيد اللي سميتو خالد اللي عنده 35 سنه، عنده واحد الطوموبيله خدام كيبيع ويشري فيها وكيكريها. المهم هذه هي اللي كنقولوا مصدر العيش ديالو. غادي يوقع لي واحد المشكل، غادي ينصبوا عليه شي وحدين وغادي يديو ليه الطوموبيله وغادي يمشي للبنك باش ياخذ وحده اخرى، ولكن غادي يوقع ليه السيدي وغادي يديو ليه حتى هذيك الطوموبيله. ومسكين من هنا غادي يبدا يمرض، جاو الاعصاب وغادي يولي معصب ومقلق بحال طرات ليه شي حاجه في عقله، اللي ولا عصبي. غير اللي يهضر معاه تيضرب معاه وتيصوت في العائله ديالو ويجدف فيهم وما تيخلي لهم حتى حاجه. المهم ومرته ديما كتعاني معاه، ديما في الصداع، ديما في المضاربه، ديما في المخاسمه، ولا كلشي خايف منه. ولكن والديه ما غاديش يزقاو، غادي يديوه للسبيطار. فاش غادي يديوه للسبيطار غادي يقول لهم الطبيب ديو السيد لدارو راه ما به حتى حاجه، حيت قلبوا ما لقى فيه حتى حاجه. غادي يرجع مع عائلته للدار، ولكن نفس المشكل غادي يتكرر نهار والثاني والثالث، نفس المشاكل. واحد النهار في النهار الحد غادي يشرب الدواء وغادي يبغي ينتحر. غادي يهزوه والديه يديوه للسبيطار. فاش غادي يديوه غادي يديروا ليه غسل المعده، وغادي يقول لهم الطبيب، غادي يقول الطبيب قلبوا راه السيد راه عقله تزاد فيه شي حاجه او نقصت منه شي حاجه. غادي يقول لهم الطبيب ديو ولدكم للدار راه ما به والو. غادي يرجع معاهم للدار، ولكن غادي يرجع لنفس المشكل، غير تيهدد فيهم وكلشي خايف منه. واحد عمو اللي ما كان مربيه بحال الاب ديالو غادي يبقى فيه وغادي يمشي عند الشيخ القبيله. غادي يقول ليه كتب ليا يعني يعطي تصريح باش يديه للسبيطار، وكذلك يعيط للجندارم واحد لومبيلونس باش يدوه بالزز، حيت السيد ولا كيهددهم وخطير عليهم. غادي يعطيه واحد التصريح ولكن غير باش يديه للسبيطار، ولكن هو راه خاص اللي يعاونوا معاهم وخاص السلطه باش يعاونوه باش يمشي، ولكن هذا الشيء ما كان منه والو. واحد النهار اللي جا في نهار الاربعاء ديال اللي تيكون واحد الموسم في الجديده، مولاي عبد الله امغار، موسم كبير ديال التبوريضه. غتكونوا كاملين تتعرفوه، راه كيجيو من جميع المناطق وجميع المدن باش يحضروا فيه. فهاد النهار هذا غادي يمشي، غادي يبدا يدق على عمته، ولكن عمته حيت خافت منه غتقول لهم نورا الباب سير بحالك، انا راه ما غاديش نحل لك الباب وغير سير بحالك. المهم غادي يتعصب، ولكن عمو غادي يسيق الخبر، غادي يمشي باش يحل ليه الباب حيت ساكن حدا عمته. وتقول لي خويا ما تمشيش عندو راه غيدير فيك شي حاجه. قال لي ما تخافيش انا مربيه راه ما غادي يوقع والو. فاش غادي يجي عمو عندو باش يهدنو غادي يبدا يجبد واحد الموس وغادي يبدا يضرب في عمو، يطعن فيه يطعن فيه حتى يجيبوا جثه هامده. غادي يمشيو الناس غادي يبداو يجريو للموسم، غادي يقول لي عتقوا ولدكم راه خالد راه يضرب في عباد الله، راه دار لينا مشكله في هاد البلاصه فين ساكنين، راه كلشي كيهدد فيه. غادي تبدا اختو تجري وتجاري وتابعها خوها تيجريو. فاش غتوصل اختو غادي تبغي تهدنو، غادي يضربها حتى بالموس وغتولي شاده في الموس، غادي يوليو يدها كاع عامرين وكاع غاديين بالدم. المهم غادي يجي خوه كذلك، فاش غادي يبغي يحيد ليه الموس غادي يضرب خوه حتى هو، غتنوض الروينه تما، ولاو الناس يتجاراو كلشي خايف كلشي تيغوت وتيهدد في الدنيا وتيقول لهم عيطوا للجندرم، الا ما عيطوش لهم راه غادي نقتلكم كاملين. كلشي هارب كلشي كيجري، راكم عارفين واحد هاز موس والدم غادي في الارض، كلشي خايف كلشي هارب. غادي يعيطوا للجندرم، غادي يقولوا ليه اش وقع اش وقع، غادي يقولوا ليه الجندرم واش دوه تنجيو.
المهم عيطوا للجندرم. هادشي فاش وقعت هاد الفاجعه مع 11 ونص ديال النهار، نهار الاربعاء في الموسم كما قلت لكم، في ايامات الموسم. المهم الجندرم ما غادي يوصلوا لتمايا حتى الوحده. علاش؟ ما عرفتش علاش. واول حاجه اللي تفكروا الناس، فكروا مرتو وبنتو اللي داها غصب عنها، ما قلت نسيت ما قلتهاش، من دار والديها ومن دار عدوسها، وعدوسها كاع ما بغاتها تخليها تمشي، وقالت لي غير خليني، سبحان الله مسكينه شهدت وقالت لي انا تتشهد، قالت لي غير خليني نمشي معاه، وغادي معاه بالضرب 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 توصلها للدار هي وهزا بنتها. المهم فاش غادي تفكروا هاد المراه هادي غادي يمشيو عندها للدار، ولكن غادي يلقاو واحد الفاجعه كبر من هادي. غادي يلقاوها مسكينه قاتلها وقتل بنته اللي عندها مجرد 20 يوم. البنت غادي يفصلها ويقردها ويلحها حشاكم في الطواليت، وغادي يلوح تمها. غادي تولي الدار عامره بالدمايات وكاع مفرته بتفرتيت ديال اللحم ديال البشر، يعني مجزره على قدها. من بعد ما جاو الجندار وشدو تيقول لهم طلقوني طلقوني، انا ما مريتش، انا ما قتلت، انا ما وصلت حتى حاجه. وقبل ما يجيو الجندار كان تيقلب على امه حتى هي بغى يقتلها ويصفيها ليها، ولكن الحمد لله ما كان سيقى اخبار والو. المهم هاد الفاجعه هادي تصوروا شحال الناس غادي يموتوا فيها. غادي يموت للاسف العم اللي لقاوه ميت قبل ما يديوه للسبيطار، ومات مرته ومات بنته اللي عندها 20 يوم. ما بالنسبه للاخت والاخ ديالو غادي يهزوه من السبيطار، وغادي يفوتوا مرحله الخطر، وغادي يوليو الحمد لله في الاخر لاباس عليهم، غادي يتشافاو بعد مده طويله. يعني عندنا 3 الجرائم وكانوا غادي يكونوا اكثر. قولوا لي واش المشكل دابا في السلطه اللي ما شدوش يديوه للسبيطار، ولا في هاد الطبه هادو اللي ديما كيقولوا ليه راه هو لاباس عليه وهو راه مريض؟ ما يمكنش واحد يقتل عائله على قدها وهز موش وكيدور في الدنيا وتيبغى يقتل الناس كاملين، يعني يكون بعقله. راه واحد غير الا ضرب واحد غير بطريق الخطا تيخاف وتيبرد الدم في الجسد ديالو، وكيخاف من الله وكيخاف من الحبس، ولا في عائلته اللي ما داروش اكثر من المستحيل. الصراحه هذه القضيه كتعاود شحال من مره. حتى انا راه كنت نعرف واحد السيد يعني حتى هو وقع ليه فهاد الشكل، والام ديالو كتشكي حيت ما تيبغيوش يشدوه ليها، كل مره كيطلقوه وهو تيبقى غادي وتيهدد في عباد الله. الله يحفظنا ويحفظكم، والله يشافي شبابنا وشاباتنا واي حد مريض. وكنتمناو من اي مسؤول واي وحده عندها، اي واحد عنده علاقه ولا عنده سلطه ولا في الطب، ولا يقوم بالواجب ديالو ويعاون يعني الناس ويعاون المرضى باش ما نوقعوش في هذه الافات هذه اللي بعد مرات تيكون تشخيص غلط وتيوقع بحال هذه المجزره هذه اللي كانوا يعني سمعنا عليها. وكل شيء سمع عليها غتكونوا حتى نتوما دازت في راسكم ولا شفتوها في شي قناه ولا في شي اخبار، يعني كاع الناس راه سمعوا بها. الله يرحم امواتنا المسلمين، وتنتمناو ان شاء الله يحد الله من هاد الكوارث ونتمناو ان شاء الله الامن والامان ديما في بلادنا الحبيبه ان شاء الله يا ربي. تحياتي لكم اجمعين، وسمحوا لي على هذه القصه الصراحه المثيره اللي تنبغي نقدمها كل مره ولكن تنتلف فيها الصراحه. ونقول لكم شكرا لكم حيت بقيتوا معايا حتى لهنا، وكنتمنى ديما المساعده والمشاركه ديالكم في هذه القناه باش نكبروها، واني مازال لكم قصص كثيره، والا كتشوفوا راه الدموع في عينيا حيت صراحه تاثرت بزاف من هذه القصه. تحياتي لكم، ما بقى ما نقول باي باي.